سلام، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. نتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم جيت وجبت لكم الجديد. راح نشارك معكم طريقه جديده نخدموا بها المسكوته باش تعطينا نتيجه مضمونه وتعطينا نتيجه مليحه. دونك ما نطولش معكم، نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو راح نعطيكم نصيحه برك، انه البيض قبل ما نخدم به المسكوته راح نجبدو من الثلاجه 3 سوايع ولا 4 من قبل باش يدي لا طومبيراتور امبيونت، يعني يدي درجه حراره الغرفه نتاعنا. بالنسبه للحليب تاني، الحليب تاني نجبدو من قبل 3 زور ولا 4 زور من قبل باش يدي لا طومبيراتور امبيونت، هكا نضمن بلي لا روسيت نتاعي راح تنجح لي 100%. بالنسبة للمكونات هنايا عندي اولا الكاس اللي عبرت به يهز لي 250 غرام، يعني كاس تاع ربع. بالنسبة للسكر ديت كاس ناقص منه 2 دوا. الحليب ديت نص كاس نتاع الحليب ونزيد عليه شوية. و بالنسبة للزيت نصف الكمية تاع الحليب هي راح تكون زيت. ديت تاني 4 حبات بيض، بيان سور نزيد نأكد تكون بدرجة حرارة الغرفة. وعندي اون بانسي دو سيل، وعندي لو زيست دان سيترون، وعندي لا فاني بيان سور، و 2 ساشي تاع لا لوفور شيميك بيان سور، اي لا فارين. بالنسبة للطريقة راح نسيباري البياض نتاع البيض على الصفار كيما تشوفوا. الفكرة هنايا رايحين نطلعوا البلون تاعنا مع الكاس نتاع السكر اللي رايحين نحطوه على يعني بشويه، ما رايحينش نحطوه دفعه واحده كيما نديروا لا مورينغ، مع القرصه تاع الملح. كي تطلع لنا البياض هذا مليح يعني كيما لا مورينغ، هنا نروحوا نحطوا هذاك الصفر اللي نحيناه في الاول. يعني دابيتود نروحو نديرو البلون وحدو ونديرو الصفار وحدو ومن بعد نحطوه مع بعض. المره هذه نو، نديرو البلون باك نطلعوه مليح ومن بعد الصفار هذاك نروحو نحطوه فوق البلون ديريكت. بصح هنا كي نباطيو بسرعه صغيره باش ما يهبطناش هذاك البلون. دونك كي نوصل للقوام هذا اللي هو قوام تاع لا مورينغ، هنايا نروح نضيف هادو لي جون اللي نحيتهم وحطيتهم في لو ريسيبيون. بصح نضرب بشويه، يعني نحطو على فيتاس قليله. نحط الكميه تاع الزيت، الحليب، زيت دي سيترون اللي عندي، نزيد نحط لها ودركا نبدا نحط في الفرينه. انا حطيت الكاس الاول تاعي فوالا، ومن بعد نزيد نحط لي دو باكي تاعي تاع لا لوفور. هنايا حطيت الكيسين تاعي، لي دو باكي تاعي تاع لا لوفور حطيتهم فوالا. ندخل الكاس الاول اللي حطيته تاع لا فارين، ونزيد الكاس الثاني بصح ما نحطوش كامل، نحط ونشوف. هذا الكاس الثاني بصح ما نحطوش كامل، نحط شويه ونشوف.
تسمى هنايا حطيت كاس ونص تاع الفرينه، ندخلهم مليح بهذه الطريقه. كيف نعرف بلي الفرينه كي ندير الخطوط هادو ما يهبطوش في ساع، ولا نشكل بهذا الفوي، نشكل رقم 8. هنايا ما هبطليش رقم 8، تسمى مليحه الكميه اللي حطيتها تاع لافارين. هذا هو لو مول نتاعي اللي راح يدخل لي للفور. هذا هو يعني المول الكبير تاع المسكوته. ندهنوا شويه زبده، وزيد نحط له هذه هي المسكوته نتاعنا. دركا نهزها ونديها الطيب لي. الفور هنا سخنته على 250، دوك نحطو على 180. سخنته لمده 10 دقائق. دوكا راح ندخلها للفور. هنايا دخلت لها الموس باش تاكدت بلي طابت لي. وهذه هي بعد ما طابت لنا. دوكا تحبوا تخليوها كيما هكا ولا ديروا لها تزيين خفيف كيما درت لها انا. هنا التزيين اختياري. وهذه هي لا غوسيت نتاعنا اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى.